الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الأفاضل، نتكلم كذلك حول الكفر والإيمان، مسألة خطيرة جدا. يأتينا المصائب من هذا الباب. متى يكون المرء كافرا أو نحكم عليه بالكفر، أو كيف يجوز أو كيف علينا أن نتصرف حول رجل يصدر منه شيء يشم منه رائحة الكفر، أو باللغة أخرى نحن نقول التكفير، يكفر الناس. نبين هذا قليلا حتى لا نقع في هذه المشاكل إن شاء الله. برایت عزیز، درس فیورا من که سر خبر ده مثلا کافر بونا ایسانا، یعنی امکان گید کارن خلقی را بیجن تی کافری یا جی حقی مهی آنتن ام بیجن ابیا پر مسئله که ام بیجن تهلیکه یا تهلیکه که پر مازنه لورا عالم اسلام دا فتنه که پر مازن گلک جارا دهتی بسبی مسئلانه فلان کس کافره تکو کافره ای گرد یبوک جیجی وید که کافر داوی چه دوک جد پر چکی تهلیکه نشست لسروی گره ام هنکی بسکنن که کنگه چه دبه کنگه چه نابه ام وانا ببین زمان. هناك أمور أولا نبينه. في الجمعة الماضية تكلمنا متى يكون المرء كافرا، وكذلك هناك أمور يجعل الإنسان كافرا إن كان عالما. فإذا فضل رجل الكافر على المسلم ليس كتصرف ولكن بشكل عام، إذا قال الكفار خير من المسلمين بشكل عام، فهذا يذهب بالمرء إلى الداهية، هذا لا يجوز. ولكن يجوز أن نقول والله هذا رجل كافر ولكن عنده تصرف يا ليته كان عند المسلم، المسلم ترك هذا التصرف، هذا لا بأس به. الإسلام يأمرنا بالإخلاص، يأمرنا بالأمانة، يأمرنا بحسن الخلق. ولكن إذا نسى المسلم هذا التصرف وتخلق به الكافر، فنقول هذا الكافر في هذا الشيء أفضل من هذا المسلم في هذا الشيء. نحن لا نفضل الإيمان على الكفر، نفضل تصرفا على تصرف، هذا لا بأس به. ولكن إذا فضلنا بشكل عام الكفار خير من المسلمين، هذا يذهب بنا إلى الداهية، فعلينا أن نكون حذرين على حول هذا الأمر. هذا شيء لا يقبله الإسلام. چند نقطه اولا بیجن. یک جوان نقطه کتیسا ایمان ما باش دست من را درد خواه اوجی کت بیجی کافرش مسلمانا چیترن کافر اویا يعني جار إنسان في كلمات به كافرش دين خدا درتيتي شوا كافراج مسلمان بخيتر بكي خدا بجا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما أم بيجي مسلمان وكافر وكهفن شينا بمتشتهانين لتشتكي هي أم تكارن بيجن بويجي أم نابن كافر. مثلا تشتكي هي الجم كافرة هي أم بيجن تدي كافر يعني أبيك نام مسلمان أم بيجن أو جوانات بيجن هناك أخلاقي وانك إسلام أمرت كل جمع جراه بنتنا مع الأسف الجمان هي مثلا كارك يذكر كاره باقشت تشتكي بيجن دروا ناكن صحتك بيجن صحتك خداتي مثلا عم تفشي كاتكن قالك شوي اگر كنت تشتكي ورا فروتان هي از بيجم آبيا يكي هاد جو أبيا بسلمانة شكري يكي جبونا والله أمجي كافرات شكري أم شنا كافرات دستينا نو صحيح أم بيجم مسلمان حلال مدكن مع الأسف تشتكي وساكنة بيجي والله كافر مي تشتكي ساغلم شيء كنت بوي نابي كافر تدوي دا مدح كافر نادي مدح كرنك يدكي لازم او كرنش كون جمعه بونا ام جرى انسان راس بونا درست بونا باش بونا وعاقل بونا كارك كم تكن كارك ساغلم دور دام بنابن كافر ليه قبك ما والله كافرش مسلمانا چترن ابي وقتانه مساله كايمان ايمان دستشه اما كرنكي تبيجي والله مع الاسف ابيات نابا مسلمان هذا نمايه مسلمان مدفردا حيلك يتكن دروات كن لي والله كافر فردا ناكن ابجي عيبه ما لازم اوجي ورا راس كرن ابيا يك. امر اخر اذا قام المؤمن بدعم الكافر على المسلم كذلك نذهب به الى الداهيه، يعني هذا شيء يكفر. اذا بشكل من الاشكال حصل الصراع بين الاسلام والكفر، صراع عام بين الاسلام والكفر، فقمنا بتأييد الكفر على الإسلام كذلك كأننا أصبحنا كفارا وكأننا أصبح كافرا، هذا كذلك الإسلام لا يقبل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الله يمنع هذا. ولكن إذا حصل صراع بين رجل مسلم ورجل غير مسلم وأنت تعلم بأن الحق مع الرجل الذي هو غير مسلم،
فعليك أن تعينه لأنه مظلوم حتى تأخذ حقه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. الإسلام يقول كراهيتكم لرجل أو لشخص لا يجوز أن يكون سببا على أن تكونوا ظالمين. اعطوه حقه. إذا أتى رجل إليك وهو غير مسلم واشتكى من مسلم وأنت حققت بأنه مظلوم والمسلم ظالم، فحينئذ يجوز أو يجب عليك أن تعينه في حقه، هذا شيء آخر. ولكن إذا تقول هناك صراع بين الإسلام والكفر وأنا سأعين الكفار، هذا يذهب بنا إلى الداهية. مثلا كادن تيساجي إيمان إنسان دست إنسان ده أوجي لما كو شركي مازند نابرة كفر وإسلام دهبه مسلمان آليكنا كافر لآليكنا شركي دركتيا فتنة كي چبيه شخص كي هر آليكاريا كافرا بكل هم بر مسلمانا أو إنسان عارج إيمان يوش دستی بید چبيه خدا قبول ناکن. أبيات قبا شركي نابرة كفر وإسلام دهبه لجار هي دحب إنسان شر دكم بروبلما كوان چه دبه پرسکریکه کی یک جوان مسلمانه یک جوان مسلمانه لیت بزانی اگه مسلمان ظالمه بدنه بندست فقر و ظلم لیاته کرن وی وقتت لازم آلیکاری ای بندست بکی فردا مثلا کفر و ایمان نیجا مثلا حق و نحقه کی ظالمه کی مظلومه کی هری بقرقابه ظالم بگیری ولو مسلمان مش بيجي بريم فردا بسكنه تو ظلمت کی لو را خدات بيجا عاجزيه وش قومك جملتك يكون جوان حسنكن آگهدار من برا نبه سبب کن ظلمه بکن ها ظلمه نکن يعني اش فلان کس حسناكم تمام حسناكم دبه اما اگر فقیر و مظلوم به دست به لازمه ظالمکاری بکن حقی بدمه که اب جدای اسلام بیاد تشتاج هم بقتینن يعني شخص کی هم بجن ظالمه ولكن تجيك ده حقه راس قوتيه قريب بمولاد راس قوتيه اسلام وها امر متكن يعني تديمت بجن جمله نوصل بالجمله يعني تركيا بيجن توبتانچی زام کردی تگوتن چه پرکنده و بهفره يعني اسلام لا تشتكي وساكنوتنا يعني يا تف كافر يا تف مسلمان يا تف باش يا تف خراب ابتنا ابتب انسان بلكي تشتكي ما باشه تشتكي ما خراب هي ابياجي لازمه ام جابقتين. مسألتنا الأخيرة التي علينا نتكلم هو التكفير. أولا التكفير شيء خطير جدا جدا جدا. الإسلام يأمرنا ويقول لنا إذا قلت لرجل بأنك كافر إذا لم يكن كافرا فتكون كافرا فقد باء به أحدهما كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون حذرا من هذا. أولا نعلم هذا لا يجوز لنا أن نحكم على ناس هذا كافر هذا ملحد هذا مشرك هذا سيذهب إلى جهنم بئس المصير. هذا خطر عظيم جدا علينا أن نقف. هذا خط أحمر كما نسميه خط أحمر. توقف. على المسلم أن يعلم هذا أولا. لا يجوز لي أن أقول هذا كافر وهذا ملحد وهذا مشرك. ولكن هناك أمر الإسلام يقول عليك أن تقول الفعل الفلاني كفر والفعل الفلاني ليس بكفر. الفعل ليس الشخص. يعني السجود للصنم كفر خلاص تقول هذا. ولكن أنت كافر هذا لا. اللهم إذا رأينا بأنه سجد أمامنا للصنم فنقول بأنت بفعلك هذا أصبحت كافرا. ولكن خلاص المهم هو الحكم على الفعل وليس على الشخص. علينا أن نعلم هذا. وإذا تحققنا من هذا نقول نعم والله الذي يعمل هذا فهو كافر خلاص. ألا لعنة الله على الظالمين. ولكن لا يقول على فلان وعلى فلان. الظالم من هو الظالم لعنة الله عليه. من هو لا أدري. ربما هناك ظالم أنا لا أعرفه. ربما هناك رجل أنا أراه ظالما ولكن هو في الأصل مظلوم. لذلك الإسلام يقول لا تحكموا على الأشخاص احكموا على المبادئ. على الخطوط أحمر هو الفعل الفلاني. مثلا كافر بونه نقطة أول نقطة صور. إسلام دبيجه هاي وجوه هبها آمان آگهدار بنبجن فلان كس كافره فلان كس كافره فلان كس هر جهنمي تشتكي پر تهلكه كمازنه. دما ام شخص کی را بجن تبوی کافر او کنه کافر به جوابه او کلمات زبره سر چعب مرغات كذا. پیغمبر وهات بجه صلى الله عليه وسلم تجي كيرا تشخص کی را گو یا کافر یا فلان کس اگر که او نه کافر به آخافتن تست تقصر چعب مد كذا. ام تكبن وی حال هانه. اسلام بجه تشخص کی را وی کلمه کافر بونه نبجن اویا چه نابه. لی اسلامش مراد بجه چه بجه متکارم بجه وی تشته خرابه وی تشته باشه. تشتا بيجن لا شخصا لا نبي فلان كاس بو كافر ولكن بيجي ابي في تشتي بك
يكفي تشتري بكل يعني دزي تشتكي خرابه ولكن هي تدزي ها والله بلكي ندز فقيره بلكي ندز ولكن بيجا دز ابيك تزيد كتشتكي خرابه اف تشتي هاني دزي اما بلكي في شخص دزي نكربه لسبب هوا اسلام جمرات بيجا اقهدار من الشخص كيرا نبجن كافر بر تهلكه كمازنه يعني جارها مش خاطرات بين كافر وبلكي مالا مخرب وامجدي دركتن بلكي في شخص سلمانه تشتكي كريه وياج تشتكي ما غلط فهم كريه مشاش فهم كريه في كرنا هاني امجرات بنت كافره من مالا يقرا كر مجدين خدي درخص لد اصل خدا امجدين خدي درتين افيا تهلكه كافر مازنه جرى ام اقهدار فيابل امر اخر قلنا التكفير شيء الإسلام لا يقبل وبعد ذلك هناك تصرفات قد يصدر من الإنسان فكذلك الإسلام يأمرنا أن نكون حذرين على مهلك كما نقول باللغة على مهلك يا أخي لا تتسرع بحكم الكفر على الناس قد فهمت خطأ أو قد هو تصرف منه بلا إرادة هذا الشيء فكن على حذر أو إذا وجدت له تأويلا أوله أول يعني رأيت رجلا ذهب بجنب أحد الأصنام كما نقول لا يوجد صنم ولكن رأيت بأنه منحني لا تقل بأنه سجد ربما أصابه مرض في بطنه كما نقول مغص يعني ألم شديد فمسكين أصبح هكذا لم يقصد أن ينحني ولكن أصابه مرض في أمعائه فأصبح هكذا في بدل ما يمشي هكذا أصبح هكذا كن صاحب عذر للناس قدم لهم الأعذار التمس لهم العذر فالإسلام يأمرنا بهذا لا نحكم مباشرة خلاص كأننا مثل الصيادين ننتظر أن يخرج منه كلمة ونحكم عليه مباشرة الإسلام لا يقبل هذا ربما كما يقول ربما يكون له عذرا أنت لا تعرفه قد يكون له عذرا قد يكون له تأويلا قد يكون له حجة الإسلام يأمر كذلك أن نرى الحجج للناس فإذا لم تجد له ملجأ قل ربما له عذر أنا لا أجد أنا لا أعلم وإذا لم تجد بين له قل يا أخي هذا الذي أنت قمت به الإسلام لا يقبل هكذا ربما كان جاهلا بهذا الأمر فيتوب إلى الله عز وجل ويترك ما وقع فيه من الأخطاء على كل أن نبين دائما الحجج والأعذار والمعاذير للناس حتى لا نحكم عليه بالقتل تشتكي دنيش قالوا جماعتي أجيش براستيد نابا ماذا كيمة شخصا كي تشتكي بك كيماني كي فرد هويتا أم در حال بي ولا تبوي كافر لا كافر ما لا تخراب در حال أم ما يخراتكن فقط قانوني إسلامي إسلام بنوها دبي شخصا كي تشتكي كرجي يعني بلكي الجورا عقله وشاش بجي بيجي حيرة والله بلكي بنظاني كريه بلكي نظام ونتفر قيد أبو يعني جرى حجتك بدينا بوهانك بدينا يعني أبيا ديني إسلامية تبي حجتك بدينا بلكي في فقيران بجاهلي كير بنظاني كير خوش بير باكر تشتكي كير نه وزانن نيچيروان شنا نيچيروان نيچيروان أنا أبيك شن صغيرين كن نيچيروان هيفيا كو نيچيراوي داره أجار كده بخركاي بقره أم جرى نبل نيچيروان ملته كم بيج مغلا تخربوا والله از هيفيا في كليبي وكجدا بيتدرك وهم أقدر كد از يقول تجيكم إسلام بيا قبولنا بلكي بيا خشاش كه بلكي نت فرق دابو يعني عربي قويا تبر هيكل وزانه جنسانا ما كده فقير وشو أما جارك كده وصي خاربو هاي ولا تبوي كافر توصية سنة مرا خوات حيرا فقير بلكي إيش حقيقة معيدي وي إيش حقيقة ده هي خوار بنكارا برای بهره تیزی انسان جانا معیدی انسان دیشه سانجو کم بجن سانجو یعنی ایش اکید که بگید دم مروا جهت میاد میاد تلکاری تشکی بگی ایش که بگی یعنی ابی ایش که تیزی کی خوار بیا نکش سنم راستی خوار کردی یعنی حجت کی انسان را گرت بدینی ابی قانونی اسلامیه دیگه وقت ندی خلاص فلان کس کافر و فلان کس کافره بی وقتی جی امیمارا گلک انسان خراب کن ابی چه ناب ابی جی گرم آگاهداری بیا أمر آخر الإسلام يحذر ويبين أحيانا شخص من الأشخاص عاش سنوات وهو بعيد عن الله عز وجل وبعد فترة يرزقه الله التوبة فيتوب ويعود إلى الله ولله الحمد والمنة ولكن تراه حينما يلتقي بأشخاصه وأصدقائه السابقين
اتركوه لعنة الله عليه. فهو يا أخي كذلك الإسلام يقول كن رحيما بالناس، فأنت كنت مثلهم في السنوات السابقة فهداك الله إلى الإيمان، لماذا تشدد على الناس وتلعنهم وتجعلهم وترسلهم إلى النار؟ كذلك علينا أن نكون صاحب رحمة بالناس في هذا الأمر، لأننا كنا مثله في السابق فهدانا الله عز وجل. فلماذا أنت تشدد على رجل قد كنت مثله في السنوات السابقة؟ ولو شددوا عليك حينما كنت مثلهم ربما انزعجت وتألمت كثيرا وقلت لماذا لا تنصحونني؟ فالإسلام كذلك يأمرنا أن نكون رحيمين بالناس ولا نلعنهم، بل ندعو لهم لأننا كنا مثلهم في السابق. تشتكي دين الإسلام بيج مرات بيجا أبياج كان جيتشل بقالك جرانك إنسان مهلا بصلاة بيجن بيروجينه، ولكن داوية خدي إيمانت كان السيبان توبتك شو قال ميجد كن داس بيتك هوالو برادر أخويا كيفن دبا كود دينن شو ناخوازن وان بدينن دما قد بروان دا تياج هناك إنسان بيجا براورن شو قال ميجد كبلكي خدا هدايتك نا دي بانا خبرنا دبان زنديقي هاني بان منافقة بان كافرة اتري كان رو بري وكاي بوي سالك دي سال بري تيج المجنات كر تجي خداي خلاص نت كر يجي غلطية تقلك بون الخشة بتشونا في يكيش ترى بوتا هذا جهنم تاكل تجي ملعوني جهة جهنمي خشة نتشو شما تيرو أبقصا الحشك بوي تأبقصا برحم بوي هم في إنسان يقول تجي كان سال بري وكاي بوي تفرد أجي إسلام مرات بيجا أمال آگهدار بنها روكي تجي وكاي بوي دمك هاتبو تجي إنسان كي وكاي تلمج نتكر روجي نتكر تخداي خناس نتكر إيرو قدي هات رحمة تخداي خناس كر ما دام كي وهاي بلكي أبجي صبي خداي خناس بك بلكي كلمة كي تأثير لكرت وبكر هات بالي خداي خدا آگهدار به هاي تشتهي به حكم لسان خلقنا كده الحشق نبه بلا رحم دل تذهب وبجا خدا هدايتك خدا يصلح بك دم كود انهيرتي ملته وانا خبر دلك نرم دل حشق نبي رحمه خداك جانا عاجزنا مزان دك خدا جنتك وبدا يكج عذاب استنا يعني جنت خدا مناصنا مال خدا ده عبده. وفي الاخير كذلك نقول لا يجوز للعامي أو الذي لا علم له العلم الغريز العلم القوي العلم الكامل في الإسلام أن يحكم على الناس بالكفر وبالإيمان. فعلينا أن نعلم حدودنا. العامي عامي والعالم عالم والمهندس مهندس والطيار طيار، خلاص كل واحد له اختصاصه. ولكن المشكلة أحيانا الذي لا علم له في الإسلام أو علم ضئيل جدا يكون مفتيا ويحكم على الناس هذا كافر وهذا ملحد وهذا مشرك اذبح وهذا احرق وهذا هذا كذلك لا يجوز علينا أن نقول لمن يفتي من أنت حتى تفتي؟ خلاص اسكت ولا تتكلم قم بعملك، ولكن لست مفتيا تحكم على الناس وأنت جاهل. الجاهل كيف سيحكم على الناس؟ عندنا كلمة عند الأكراد يقول الذي هو نصف طبيب حينما يعالج يقتل لأنه غير طبيب، والذي نصف عالم حينما يفتي يضل لأنه غير عالم. يعني صاحب العلم القليل يأخذ منك إيمانك، وصاحب الطب القليل يأخذ منك صحتك، الاثنين خطرين. تشتكي دي قالوا جماعتي آگهدار بن حكمك أن بيجن فلان كاس كافر مسلمان حكم جنديان نم كردي بيجن جنديان حكم جاهلان ند نظامي كلمين كارم بيجن هر إنسان كي علم يجره به زانبونه يبه أو حتى في فتوانه بدن إنسان جاهل إنسان لازان إنسان علم يتنه أم جرج وانا بيش دبيغ بنك تنكاري بيجي فلان كاس كافر فلان كاس مسلمان أجا أهل علم جره بيجن عالم مازن وان عالم أجي جره دولة وان تهديد نكا جانا عالم ترسى دولتي خلقتكن كافر او نا عالم خدي علمك مازن قرون بيجن ولا بيتشتي خرابه بيتشتي بخيره، اما قبك جاهل ونزانه ما بيتشتي انا بيجن مالا مخربو خدي رحمه المكان. او تاريخ الاسلام ده دلك جارا انسان جاهل ونزان حكم دانه وخلقي كرنا كافر وان كشتنجي يكي وكا حضرت علي بدس هناك جاهلات كشتن كو علي بيه كافر ويكشتن. يعني ده حساب كلو علي زابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام
10 من الجنة مسكينة جنة دايكي وان حاصل خليفة شارع والله قوتن تكافري أبيك لي خز شجرة قوتن كروتي چه جواب خدای خودی رجا قيامته والله از بيجم خدا كش مرة بيجت تشكر يجبونه من از بيجم أنت تشتي بخير من عليك كشتيه حسابك أنت تشتي بخير از بيجم من عليك كشتيه يجبونه يعني إيه بيجم سبتك مازنة خدا متبع هداية وإصلاحك إن شاء الله أصلحنا الله جميعا وهدانا إلى لما فيه الخير والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.